بدي احضر اليوم بيستاشيو كيك من دون فرن، من دون طحين، من دون بيض. شوفوا ما شاء الله النتيجة روعة. طريقته كتير سهلة، طعمته كتير طيبة. اللي حابب يشوف كيف قدمته يتابعني بالفيديو. خلينا نشوف التفاصيل وطريقة التحضير. عندي قالب تارت المتحرك القاعدة، لاحظوا كيف قاعدته بتنشال. عندي كوبين بسكوت مطحون ناعم، بضيف عليهم فستق حلبي مطحون ناعم من نص كوب لكوب، هيدي بترجع خيارات شخصية. بدي ضيف عليهم قشطة. هلا إذا عنا القشطة المعدن بيكون بدنا علبة، أنا عندي القشطة بالكرتون بيكون عيارة أكتر، فبضيف تقريبا حوالي معلقتين كبار، أو هلا بنشوف التماسك. حليب مكثف محلى، هيدا أنا عملته بالبيت. نقطة لون غذائي. هلا بالنسبة للون نحن بنتحكم فيه، يعني أول شي بحط نقطة، وأنا وعم أدعكن إذا احتجت برجع بضيف مرة تانية. هلا بدعكن كتير منيح ليصير عندي عجينة. رجعت ضفت لون أخضر. هلا بالنسبة للقشطة مثل ما قلت لكم، في حال عندكم القشطة المعدن بتحطوا العلبة كلها، في حال عندكم القشطة اللي بالكرتونة يعني الجيمر بتحطوا تقريبا نصها. على كل الأحوال ببين معنا التماسك، بدنا نحن يصير في عنا عجينة. ما شاء الله شوفوا قوام العجينة اللي وصلنا عليه، وهيدا اللون. أنا حطيت كوب فستق حلبي، كوبين بسكوت، حطيت ربع كوب من حليب المكثف المحلى، هيدا أنا عاملته. تقدروا تزيدوا أو تنقصوا حسب انتوا قد ايه بتحبوا الحلاوة. اللون الأخضر لحتى وصلت على هاللون. بالنسبة للقشطة، في حال استعملنا القشطة العلب بنحطها كلها، في حال بدنا نستعمل قشطة الكرتون أنا حطيت تقريبا نصها، يعني بنحط لحتى نوصل للتماسك اللي نحن بدنا إياه. قوامها مرن، بنقدر نحن نتحكم فيها. العجينة بدي مدها بالقالب، مني دهن القالب أي شي. مديت العجينة بالقالب، بغطيها بنايلون، بحطها بالبراد حوالي ساعتين لحتى تتماسك قبل ما أقلبها. بواسطة سكين تكون ناعمة، يكون إلها بوز، ما تكون مسننة. بدخلها بحرص، بكبس لفوق. لاحظتوا بكل سهولة انشالت القاعدة. شوفوا منظره بشهي. في عندي طريقتين للتقديم، او بكتفي اقدمها هيك بهالطريقة، شكلها بشهي، لونها كتير حلو، طعمتها كتير طيبة. اذا حبيت بحط لها حبتين فريز لحتى اكسر اللون، او اذا حبيت اني غني الطبق اكتر واعطيه فخامة اسا اكتر، بدوب شوكولا حمام مائي مع شوية زيت نباتي وبصبه بوسط الكيك. اذا حبيت بغطي الكيك كله بطبقة من الشوكولا، او بس بالنص وبحطه بخلي طبقة الفستق الحلبي تبين عن الجوانب. واكيد قبل ما تبرد الشوكولا مجرد ما صبيناها برش عليها رشة فستق حلبي لحتى تمسك على الشوكولا بس بدها تجمد. وزينت بكام حبة فريز. الفريز بحسه كتير بيلبق مع الفستق الحلبي، وخاصة بهالطبق هيدا. شوفوا ما شاء الله جمال الألوان، طبق كتير رائع، بتمنى يعجبكم. بشوفكم فيديو جديد من أكلات مها أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.